ايه حكايه عمره الترانزيت اللي بتتكلف 9000 جنيه بس والناس كلها بتتكلم عنها في الفتره الاخيره؟ ومن دخله كان آمنا. عمرة الترانزيت بتعتبر أرخص عمرة ممكن تعملها. السعودية من فترة أطلقوا نوع جديد من تأشيرات العمرة واللي اسمها فيزا ترانزيت أو عمرة ترانزيت. زمان كان لازم تكون طالع مع شركة سياحة هي المسؤولة عنك، لكن الفيزا دي حاليا بتسمح لك إنك تدخل السعودية لمدة 99 ساعة. كل اللي بتعمله إنك بتحجز على الطيران السعودي أو فلاي ناس. رينج التذكرة بيكون في حدود ال 7000 جنيه. بعدها من نفس موقع الحجز بتقدر تطلب التأشيرة واللي بيكون سعرها في حدود ال 900 جنيه. الفندق تكلفته بتكون في حدود ال 1000 جنيه لو انتم 4 افراد في الغرفه، يعني كل ده ولسه ما كملناش ال 9000 جنيه. ضيفوا عليهم الاكل والانتقالات الداخليه اللي مش هيكونوا مكلفين جدا لان الرحله كلها 96 ساعه. خلي بالك ان بيقال ان بعض المطارات المصريه بتشترط وجود وجهه ثانيه، لكن الموضوع بيعدي وتقدر تسافر من مطار القاهره او برج العرب. وافضلهم في الاجراءات وعدم التركيز على نقطه ضروره وجود وجهه ثانيه هو مطار سفنكس، واللي موجود على طريق مصر اسكندريه الصحراوي بعد الشيخ زايد بحاجه بسيطه. في جروبات كتير على الفيسبوك تقدر تعرف منها التفاصيل التكاليف بالظبط والخطوات، وتقدر انك تشوف اشخاص تانية تتفق وتطلع معاهم. التفاصيل بالكامل هتلاقوها على موقع مصر 24 eg-24.com. ولو ناوي تعمل العمره الحق قبل الاسعار ما تختلف او القرارات تتغير. من سنين كان اول مره اعمل الموضوع دوت، بس ساعتها كان مستحيل، ما كانش في حاجه اسمها حد يطلع من غير شركه سياحه. ساعتها جبت الفيزا من شركه سياحه بعد ما قدمت ليهم الضمانات، وكانت للاسف مخاطره كبيره اني اتحمل حجوزات الطيران والفنادق المختلفه وتظبيط الكلام ده كله مع بعضه في وقت ما كانش في حاجه اسمها انك تطلع مع نفسك. يمكن اكاد اكون من اول الناس اللي عملوا الموضوع دوت قبل ما ينتشر الفتره الاخيره وقبل ما تطلع التاشيره بتاعه الترانزيت ديت. لكن الموضوع ممتع جدا، كمان بيرحم الواحد من الارتباطات بمجموعات اعدادها كبيره في التحرك وحريه الحركه. زي ما قلنا تقدر تزور المدينه، لكن الوقت هيكون ضيق جدا، وتقدر ساعتها انك تختار انك تروح المدينه الاول وتغادر من جده، او انك تروح مكه الاول وبعدها تزور المدينه، ومن هناك من المدينه تقدر ترجع تاني على مصر. واخيرا عمره مقبوله باذن الله، ولو افتكرتني ما تنساش تدعيلي.